اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. لا هنا عادي، انا بسلق مكرونه. بصوا، انا جالي تعليقات كتير قوي على الفيديو اللي حقق لي فوق ال 30 الف مشاهده، فيديو قلوب الدجاج. حقق لي فوق ال 30 الف مشاهده، وجاب لي كومنتات مش قادره اقول لكم، جميله جدا جدا. بشكركم جدا جدا على الكومنتات الجميله اللي انتوا كتبتوها، والناس اللي طبقت الوصفه وبرضو كتبت لي كومنت جميل. شكرا لكم جدا. بجد انا فرحانه وفخوره بيكم ان انتوا معايا في القناه. تعالوا بقى نعمل وصفه جميله النهارده كمان تحفه، انا شخصيا بحبها. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول وندخل الفيديو كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بصراحه كده، بصراحه جوزي اتصل بيا قال لي انا نص ساعة وهكون في البيت، وانا ما كنتش حضرت اي حاجة ولا كنت عملت اي حاجة خالص. وزي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، السجق كان مجمد. دخلته بسرعة على الحوض، فك بشوية مية عادية مش مية سخنة. الحمد لله فك بسرعة جدا. وقطعت بصل وفلفل وطماطم، ومفيش فلفل الوان، لا فلفل رومي عادي، علشان الاكلة تلم نفسها شوية. خلاص، في الظروف اللي احنا فيها دي احنا فعلا محتاجين ان احنا نلم نفسنا شوية. المهم، هنا شوحت السجق بتاعنا شمال يمين لغاية ما اداني اللون الجميل قوي ده. ما تنسيش لو لسه ما اشتركتيش في القناة تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وكمان ما تنسيش تحطيلي اللايك علشان يرفع معايا الفيديو ده. ومش هنسى ان انا اشكركم تاني 24 كم ومليون عشان خاطر انتوا كتبتوا لي تعليقات جميله جدا جدا. هنا بقى نزلت بنص كوبايه من الميه علشان يعني السجق بتاعنا بينزل دهون، فاحنا عايزين نحد شويه من نسبه الدهون دي، فهنحط له نص كوبايه من الميه. وهنشوحهم طبعا مع بعض كويس لغايه ما لونه يتغير معاكي باللون اللي انت شفتيه ده. حابه تقطعيه دي براحتك واختيارك، حابه تسيبيه زي ما هو كده برضو زي ما تحبي. نوعيه السجق هي اللي هتحدد معاكي طعم السجق. كمان لو يعني لو بتشتريه من عند جزار مثلا حلو وانتي بتتعاملي معاه. هي انا جربت، خلي بالكم، جربت كتير قوي انواع كتير من عند جزارين سجق، بس بصراحه ما عجبنيش غير الجزار اللي انا اتعاملت معاه ده. السجق بتاعه جميل جدا، ما فيهوش نسبه دهن عاليه، كمان ما فيهوش حته اللي هو القرمشه دي. يعني ممكن تروحي تجيبي سجق تلاقي فيه حاجات بتقرمش كده تحت اسنانك. لا بصراحه السجق ده عجبني، وزي ما انتم شايفين اهو. كمان يعني ما فيهوش نسبه دهون عاليه خلاص. حطينا بقى البصل بتاعنا، وهنبتدي نشوح البصل مع السجق كتير، يعني لغايه ما حتى يدبل شويه كده. يعني هيدبل شويه معانا السجق خلاص. وبعد كده هنزل بقى بباقي المكونات. لو لسه ما اشتركتيش في القناة، يلا بسرعة اشتركي وحطي لي لايك على الفيديو ده، وشيري الفيديو لكل صحابك وحبايبك علشان الفيديو يترفع. وممكن تبقى برضو أكلة حلوة كده في رمضان. هو اي نعم مش اقتصادية يعني، بس هنعمل ايه، اللحمة غالية والفراخ غالية، وربنا يرحمنا برحمته يا رب. تمام. حطينا هنا بعد ما البصل بتاعنا دبل شوية، هنزل بالفلفل خلاص وهقلبه، وبعد كده هنزل بالطماطم. الطماطم بتديله طعم رهيب 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 بجد. حابة بقى تحطي طماطم زي ما انت عايزة، ربع كيلو، نص، براحتك، حبيتين، انت حرة حسب الكمية اللي انت هتشتغلي عليها. تمام كده. لو وصلت للفيديو ده مش هقولك حطي لايك ولا حطي اشتراك، صلي على الحبيب المصطفى، اكتبي لي في الكومنتات كده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بقى الجمال، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ولو كان لو كان في فلفل الوان كمان كان هيديله لون روعه. بس طبعا انتوا عارفين فلفل الوان دلوقتي وصل لحاجه و20 جنيه، فاحنا عايزين نلم الدنيا يا جماعه علشان كده مش هينفع. هنا بقى نزلت بشويه ملح بساط جدا، يعني معلقه من معالق الشاي دي ملح، لان السجق بيبقى متبل. وكمان حطيت رشه من الكزبره ورشه من الفلفل الاسمر وبس، مش هحط اي بهارات ولا اي توابل تاني. معلقه كمان من الصلصه بتعزز معايا لونه وطعمه، بيخليه تحفه جدا. يبقى احنا ما حطيناش بهارات كتير عشان السجق بتاعنا مبهر. مش هنحتاج برضو نحط ملح كتير علشان ما يحدقش معانا. رشه ملح، رشه كزبره، رشه فلفل اسمر. وهنا كنت خلصت بقى الاكل، وزي ما انتم شايفين كده
عملت طبق سلطة كده عظمة، ومكرونة عظمة برضو، والسجق بتاعنا. ايه رأيكم بقى؟ شايفين شكل السلطة عامل ازاي؟ تحفة جدا. والمكرونة كمان. ما تنسوا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم.